يلا عشان تنامي، شكلك هلكان من التعب. هو انا هنام فين؟ نامي جنبي طبعا. يلا يلا عشان اغطيكي واحكي لك حدوته. مش بتحبي الحواديت؟ بحبها قوي يا ابله عايشه. عمتي كانت بتحكي لي حواديت كل يوم قبل ما انام. هي هتتاخر؟ لا يا حبيبتي مش هتتاخر. بس إيه حكايه ابله عيشه دي؟ امال انا ناديكي ايه؟ اقول لك يا خالتي عايشه؟ ولا خالتي ولا عمتي. امال انا ناديلك باسمك حاف كده؟ لا عيب، عمتي قالت لي ما ناديش حد كبير باسمه كده لوحده. طب بصي، لما تحبي تناديني قولي لي ياما، مش انا زي امك برضو؟ مش عارفه، ما انا عمري ما شفتها. حبيبتي. طب بصي بقى يا بنتي يا سعاد، من هنا ورايح انا اسمي ماما عايشه. قولي كده ماما عايشه. ماما عايشه. وعليكي وعلى حلاوتك. يلا يلا عشان تضغطي والا مش هحكي. لا لا لا، خلاص خلاص هتغطى. احكي بقى يا ابله. ها قلنا ايه؟ احكي يا أم. بصي بقى يا ستي، كان يا مكان ولا يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاه والسلام. تقولي يا بنت عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. كان في زمان جدع غلبان فقير وكحيان، لكنه كان طيب وكل الناس بتحبه. كان خفيف اليد يسرق الكحل من العين، لكنه كان بيسرق عشان اللي حواليه ويدي الفقير والغلبان. أنا كنت صايم أساساً، كويس إنك فكرتني. يا ألف هنا. بص أنت متعصب بس عشان جعان، هتاكل ونغير لك وهتبقى زي الفل. ايه ده يا جابر؟ إيه يا جابر؟ يا جابر احنا مش خايفين منك. أيوة يا جابر. لو عايز توصل له يبقى لازم تموتنا كلنا. والله عال لامم المساجين حواليك وعامل لي فيها زعيم يا نص. انت شكلك كده مش عايز تجيبها البر. انا بقول ترجع الحفرة تاني بقى. والله انا صعبان عليا قعدتك كده دي يا نص. والله وأنا مش عارف أودي حنيتك دي فين. في حاجة تاني عشان بس ميعاد نومي قرب. انا عشان انت صعبان عليا تقعد لوحدك كده جبت لك حد يونسك. دخلوه. جبت لك صاحبك اهو يا عم. عايزكوا بقى تقعدوا تونسوا بعض، بس ما تسهروش كتير. ها يلا تصبحوا على خير. يا ألف مرحب. مش عايز اي حد يقف هنا، كله روح على السكن. ومهما تسمعوا ومهما يحصل بينهم جوه مش عايز اي حد يهود ناحيه الزنزانه او يتدخل. مفهوم سيادتك. اوامر. حفظ الله يا فندم. في حفظ الله يا فندم. ده صوت جابر، ده زي ما يكون بيتجلد. مش قلت لك النص ده حكايه؟ ده الحاره عندنا ما بطلتش كلام عنه. طب والراجل اللي بيصور جوه دوت عبد الغني احنا هنسيبه ونمشي؟ ما تيجي نخش نشوف. اثبت محلك يا عسكري. المأمور بنفسه قال مهما سمعتم محدش يهوب ناحيه الزنزانه، وقال لنا نتمم ونمشي. وانا معاك يا جابر، ده النص بيطلع واعر قوي. مالك بس؟ معقولة؟ لا مش مصدق. دعوة أمي، معقولة؟ الجتة دي كلها وخايف من فار. أنا ما قلتش حاجة، أنا ما ندهتش عليه، أنا بقول فار بس. إيه يا عم خلاص. خلاص خلاص يا عم، والله العظيم
ولا حظ وحش حتى في اعدائي. اهدى بقى اهدى، ولا عملت حركه كده ولا كده خلاص ما تخافش بقى، لو عملت حاجه يا عزوز. سيبه ورحمة اللي ما يدلك، سيبه. والله العظيم دي اظرف حاجه حصلت لي، مش من ساعه ما جيت السجن، دي من ساعه ما جيت الدنيا. خلاص اهدى خلاص. هموت. كل قوم وابن الكلب ده كوم. انا لا يهمني اسوده ولا نموره ولا حنيشه، بس ابن الكلب ده لا. انت تقول له ابن الكلب لا، يبقى تعتذر له. عزوز تعالى يطلع تاسف له بقى. خلاص مش هقول حاجه خلاص. اللي اقول لي يا سعد عزيز، هم ليه لا مؤاخذه جايين عليك قوي كده يعني؟ وليه الزملاء كلهم وقفوا معاك؟ مع انك يعني ما تاخذنيش في الاخر حرام يعني. تعيش. الا صحيح، انت كنت مدوخ الانجليز؟ تقدر تقول هم اللي جم في سكتي. ما تسيبك مني انا، انت طلعت حكايه. انت صحيح كنت في بلد كل اللي فيها غجر؟ لا نور. الغجر دول حاجه تانية. معلش انا اتلخبطت، اصل النور غير الغجر خالص طبعا. وانت كبيرهم بقى. ولسه كبيرهم يا سعد عزيز. صحيح انا جوه هنا بس مدورها، وامري نافذ عليهم وليهم. حاكم ابويا كان النوري الكبير، كان يتقال له سيد النوري. يا الله يرحمك يابا. انت دفنه هنا يا جابر ولا ايه؟ خليك معايا تعيش وتفتكر. طب انا عايز اسالك، هو لو انت عاوز تعمل ملعوب وانت قاعد هنا في السجن تقدر؟ انا شاور بس اشاور. طب شاور بعيد ماشي. ويوم الزياره ادي الاذن بعون الله، ما يخلص نهار الا واللي انا عايزه يحصل. يعني لو انا عايز ابعت مرسال لحد تخدمني؟ تلوم عليا ازاي يا سيدنا؟ دي وخير بلادي مش شفت النزله دي؟ دي نزله النص دي. الله. ايه ده؟ معلش، كنت متخيل انك هتخش تلاقيني متقطع حتت، لكن معلش بقى. بلفك يا تغف. حلو قوي، وشرف امي ما هتشوفوا الشمس تاني انتوا الاتنين. يا جدع انت انا سكت لك من زمان، ودي اللي هحشي رقبتك دي. بس يا جابر بقى اسكت، سيبه خلاص. اعمل ما بدالك يا جناب المأمور. انا هحطكوا كل واحد في حفرة لوحده وحملها مية من المجاري. مجاري؟ ما تسيبوش يا جابر. انت بتسمع كلامي ليه؟ بيقول لك هننزل في المجاري. نخليها ننزل النص. على رأيك. تلوم عليا ازاي اسدنا؟ حلنا حلوه النزله دي. دي وخير بلادي. نوس، أرجوك، دي آخر فرصة. أنا قلبت الدنيا عشان أعرف أعمل الزيارة دي. كتر خيرك، ده أنا كنت مستني الزيارة دي من بدري. ما تخليك في حالك يا أخينا، في إيه؟ بقول لك إيه، إحنا مش ينفع نتقابل هنا تاني، هنتقابل في جروبي. تشربي إيه؟ أنت بتحذر. حتى القاضي بينتك الحكم، أنا كنت مستنياك تتكلم.